السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده فيديو جديد، هنعمل فراخ وهنعمل رز واهم حاجة بقى، اهم حاجة اوعى تنسى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان عيلتي الصغيرة تكبر بيكم. تمام. ومعايا هنا كده مية عشان اسلق فيها الفراخ. طبعا هنا ادي الفراخ بتاعتي غسلها كويس جدا ومنضفاها، وهننزل فيه المية بتاعتنا. تمام. برضو نسلق الفراخ وهنشوف هنعمل ايه بعد ما نسلقها. وبعد ما نزلنا بالفراخ هنا كده هنحط هنا بقى البصل والحبهان واللورا اهو، كله كده على الشوربه. وهنحط طماطميه كمان، ولو عندك جزر ضيفي. وهنحط على الفراخ ادي الطماطميه بتاعتنا. تمام تمام كده يبقى حاجه الشوربه حطيناها والفراخ حطيناها، وهنسيبها تستوي برضو شوية عشان هنحطها برضو في الفرن. خليكم معايا كده لاخر الفيديو هتشوفوا حاجة وهم يعني. بصوا هنا كانت غليت اهي وداخلة على سوا. بسم الله اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعة الصلاة على النبي، في اي حاجة لازم تصلي على النبي كده عشان الحاجة تزيد بركة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تمام. هنا الفراخ اهي بدأت تستوي. بصوا الشوربة جميلة ازاي. زهقتي من الفراخ المشوية وزهقتي من الفراخ المسلوقة وزهقتي من الفراخ المتحمرة، تعالي هقولك هنعمل ايه في الفراخ المسلوقة اللي احنا سلقناها. فراخ مسلوقة كده تمام، حطيتها في الصينية بالشكل ده. ومعايا هنا شفشق من الخلاط، ومعايا عودين من الشبت وعودين من الكزبرة. تمام بالشكل ده كده. وهقوم جايه عامله ايه، هضرب كل ده كده في الخلاط. هنحط الخضره في الخلاط كده بالشكل ده. واستني ما تروحيش في حته. ومعانا كده كام حبايه من الطماطم كده اهو، كله كده في الخلاط. تمام. وهقول لك هتعملي احلى تتبيله للفراخ وتحطيها في الفرن بقى. وبصي هتاكلي احلى في الدنيا. الطريقه دي بصوا انا بعشقها. تمام. ومعايا قرن فلفل كده سبايسي. تمام. لو انت مش حباه ما تحطهوش. ومعايا بصلايه حلوه كده. وكل ده فين؟ في قلب الخلاط. كل ده في قلب الخلاط يا عسل يا قمر انت اهو. تمام. ومعايا كده ايه 10 فصوص من الثوم، هنقشرهم برضو ونحطهم. بعد ما قطعنا الحاجات دي 10 فصوص من الثوم والبصلايه والطماطم والخضره والفلفل، هننزل هنا كده معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الكمون، معلقه من الملح. تمام. وهنحط بهارات فراخ. تمام معلقه تمام. وهنروح بقى نضرب كل الحاجات دي كده في الخلاط. وهنحط شويه من الزيت. هنضرب كل ده كده وارجع لكم تاني. بصوا بعد ما ضربناه كده بالخلاط بالشكل ده كده، وهننزل على الفراخ بتاعتنا كده اهو بالشكل ده كده اهو. بصوا الجمال بقى والحلاوه. وتدعكي الفراخ بتاعتك كلها بالشكل ده كده اهو كده. كل الخليط اللي احنا عملناه ده كده اهو. يا سلام بقى، يا سلام على ريحه الفراخ وجمالها وحلويتها. بصوا تدهنوا الفراخ كلها كده. تمام. وهنحط عليها بس كده ايه رشه من الزيت كده تلمع بس ايه الفراخ اهو. بصوا الجمال بقى بصوا الحلاوه دي والطعامه والشقاوه دي والجمال. حاجه بصوا بقى حاجه كده. بصوا على السريع. لو انتي مستعجله هتعمليها بالشكل ده كده. هندخلها الفرن بقى وارجع لكم. وادي الفراخ صينيه هتاكليها مسلوقه ولا منك هتاكليها متحمره. وكل اللي هيدوق الفراخ بتاعتك هيقولك عملتيها ازاي.